السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتصدمت لما فتحت كيس بامية بسمة. ناس كتير قوي بيستخدموا الماركة ديت بامية مجمدة. طبعا احيانا بتيجي علينا اوقات بنبقى عايزين حاجة سريعة، وخصوصا لو مش في الموسم بتاعها فبنجيبها بنستخدمها ويبقى ليها طعم مختلف. انا بقولك النهاردة انا اتصدمت لما فتحت كيس البامية. زي ما انتوا شايفين انا فضيت كيس البامية في المصفى، واتصدمت لما شفت البامية فتحتها نصين لقيتها من جوه بايظة. شايفين؟ محدش يجيب كيس البامية يشطف في البامية ويغسلها ويروح ساقطها كده على طول في التسبيكة ولا في الصلصة. لازم تفتحوا البامية وتقطعوها حتت عشان تشوفوا قلبها من جوه نضيف وكويسة ولا لا. طبعا بعد ما لقيت واحدة واتنين بايظين بدأت ان انا ابص في كل الكمية اللي معايا. هفتح قصادكم واحدة تاني عشان نشوف الدنيا ايه والبامية دي بتاعتنا موثوق فيها ولا لا. فتحت البامية ديت خرطتها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. في بعضها بلاقي فيه كويس وبعض التاني لقيته مش كويس، يعني دي اهي قلبها نضيف وكويس ما فيهاش اي حاجة بايظة، ولكن بعضها طبعا كان فيه بايظ. فاتصدمت جدا وقلت لازم انقل لكم تجربتي ديت مع بامية بسمة المجمدة. تمام. بدأت بقى اخرط كل كمية البامية بتاعتي عشان اشوف البايظ ارميه واتخلى عنه فورا، وبعد كده واشوف الحلو اغسله واخرطه، وبعد كده اسقطه واعمله في الطاجن بتاعنا النهارده. طيب مين حد هيقول لي ان ممكن تكون دي صلاحيتها انتهت؟ لا، لو جيتوا شفتوا معايا على الكيس من ورا بصوا، دي انتاج شهر 1/2023 وانتهاء شهر 6/2024، يعني معنى كده لسه هتنتهي السنة الجاية. فدي طبعا انتاج جديد حديث مش بقالها كتير. فعشان كده بقولكوا خلي بالكوا لما تيجي تشتروا اي حاجة مجمدة لازم تبصوا فيها كويس جدا وتغسلوها مرة واتنين. وانا طبعا ما انصحش اصلا باستخدام اي خضار مجمد. تمام. بعد ما خلاص اخترت كل كمية البامية الكويسة واتخليت عن البامية اللي مش كويسة، جبت بقى التسبيكة بتاعتي. دي عبارة عن بصلة فيها صلصة وشطفت البامية كويس جدا. دي بقى الكمية اللي اتفضلت معايا. بدأت ان انا بقى انضفها واغسلها واخرطها. نزلت عليها بكمية مية كده حلوة عشان افك كل التلج من عليها، وخرطتها قطع قطع عشان اشوف اذا كان فيها حاجة كويسة حاجة مش كويسة. وبعد كده بقى سقطتها في التسبيكة بتاعتنا. تمام. وتحطي بقى عليها كده كام فص ثوم تخرطيها عليهم وتسيبيها بقى لحد ما تستوي وتحطي لها التوابل الجميلة بتاعتها. اقول لكم النهارده التجربة بتاعتي ممكن تكون معلومة بسيطة ولكن ممكن تفيد الغير. بحبكم في الله. لو استفدتم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل. مع السلامة.